اخوان، العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك يقولوا لك اسيدي بان مواد منتهي الصلاحيه يعني بيرمي ما كايناش في المتاجر الكبرى. وفي هذا الفيديو قررنا باش نثبتوا لهم بانه العكس، وتوجهت براسي انني لاحد المتاجر الكبرى وبديت كنقلب وما هي الا ربع ساعه حتى تساطحت مع واحد المنتوج منتهي الصلاحيه. وهذا نتوما كتشوفوا معايا دايرين واحد البانو كبير دايرين فيه بروموسيون تخفيض، وهذا المنتوج فيه 12 جوج 2021 امتى صوب وغادي يسالي 12 جوج 2023، يعني تقريبا هذا المنتوج منتهي الصلاحيه اسبوعات. المهم الاخوان، هذا الرايون فيه تقريبا 14 ولا 15 حبه. قلبنا الحبه الاولى لقيناها التاريخ مشى، قلبنا الحبه الثانيه حتى هي نفس التاريخ 12 جوج 2023. المهم من هنا حنا ما بغيناش نخسروا ليماج ديال هذا المتجر الكبير، ولكن بغينا نوصلوا واحد الرساله للناس المسؤولين على هذا القطاع بان المواد منتهيه الصلاحيه راه موجوده في اي مكان، سواء في المتاجر الكبرى او المتاجر الصغرى او عند البقاله والتجار، وان الغلط يقدر يوقع في اي بلاصه. واحسن حاجه ديروا الا جاب الله لقاو شي منتوج منتهي الصلاحيه عند شي واحد يعلموه ويعطيوه واحد الانذار كما درت دابا. انا مشيت عند الناس وقلت لهم هذا المنتوج هنا راه منتهي الصلاحيه راه محيد، وشكروني بزاف. وجا المسؤول على المتجر وعلى الرايون وحيد داك المنتوج وحطو في الشونج. المهم الاخوان، نتمنى هذه الرساله تكون وصلت جهات مختصه ونمارسوا البارطاج. السلام عليكم.